الأهلي يضرب موعدا جديدا مع الريال مدريد. الأهلي المصري أعظم إنجازات الدولة المصرية. مبروك للأهلي والأهلاوية، حبايبنا اللي فرحونا دايما. صحيح الأداء ما كانش اللي هو صحيح، كولر أخطأ وإن هو غير الثلاثة خط كامل، الخط الهجومي، إن ما نزلش حسين الشحات في الأول، ولا نزل أحمد عبد القادر، ولا نزل محمد شريف، والأهلي كان مضغوط طول الماتش. ولكن لما الثلاثة نزلوا زي ما أنا ما قلت، وإحنا قاعد مع زميلي على القهوة، قلت له لو الثلاثة نزلوا الكفة هتتعدل، والأهلي هيمسك زمام الشوط الثاني كله وهيجيب جون، وفعلا وقد كان. الحمد لله، الف مبروك للاهلي والاهلاويه. الماتش يوم الاربع الساعه 9، يوم الاربع الساعه 9 ان شاء الله. نخسر بقى ايه 4-3 5، ما عندناش مانع. احنا بنلعب ريال مدريد في مباراه رسميه مش مباراه وديه، واحنا كده كده لعبناه قبل كده، يعني في 2000 ولا في 2001 وكسبناه، فالموضوع عندنا مش جديد. ألف مبروك للأهلي والأهلاوية، أعظم إنجازات الدولة المصرية. الأهلي المصري أعظم إنجازات الدولة المصرية، بدون تحكيم مصري، بدون حكام الفار مصريين، بدون مجاملات. الأهلي يضرب موعد مع الريال مدريد. اللعيبة كانت على قدر المسؤولية. المستوى ما كانش اللي هو، ولكن كانوا على قدر المسؤولية. كله ما حدش بخل بنقطة عرق، ما حدش بخل على الأهلي بنقطة مجهود. بسم الله ما شاء الله، خط الدفاع والشناوي وخط النص وخط الهجوم، بسم الله ما شاء الله، ولا اجمل ولا اروع. احترموا الفريق المنافس احترام مش زايد عن اللزوم، لا احترموه لحد وقت معين بطريقه كويسه جدا، وقدروه، وفعلا قدروا يسدوا قصاده. ولما نزل الثلاث تغييرات قدرت الكفه تتعدل باقل مجهود. النادي الاهلي كسب بجول محمد مجدي قفشه، قضيه جديده، قفشه بيمارس هوايته بقضيه جديده. صحيح خبطت وراحت، يعني ما كانتش رايحه بالشكل ده، ولكن هو القضيه هو محمد مجدي قفشه بتاع اللعب على الطاير. استشفى، ناخد بقى وقتنا نفرح النهارده، وبكره اللعيبه تاخد استشفاء ويبتدوا بقى يتدربوا. الماتش لسه يوم الاربعاء، نلاعب الريال مدريد بدون خوف. احنا 11 راجل قصاد 11 راجل في الملعب، ولسه الحلقه الجايه ان شاء الله، الحلقات الايام اللي جايه لحد قبل يوم الاربعاء هنفضل نتكلم عن الاهلي والريال مدريد، ولكن احنا النهارده نفرح بس. الاهلي المصري اعظم انجازات الدوله المصريه، يضرب موعدا جديدا مع الريال مدريد في نصف النهائي، بعد ما الهلال كسب الوداد بضربات الجزاء بعد 120 دقيقه، ويوصل لنصف النهائي. كده قبل النهائي هيبقى الهلال مع فلامينجو البرازيلي، والاهلي المصري مع الريال مدريد الاسباني. اللي يكسب يصعد للنهائي، واللي يخسر يلعب ثالث ورابع. مبروك لمصر اللي مشرف مصر. اعظم انجازات الدوله المصريه، اعظم انجازات الدوله المصريه. مبروك للاهلي والاهلاويه. نفرح كلنا ان الاهلي جابها من تحت لفوق، من الدور التمهيدي لفوق. الله اكبر عليك يا اهلي. حد